270 مليون دولار هي الميزانية المخصصة للبلاط الملكي في مشروع قانون المالية لسنة 2026، واللي سجلت زيادة بنسبة 2.5% مقارنة مع السنة الماضية. ولا قرنا هذه الميزانية هذه مع ميزانيات ملكيات أخرى في الدول المجاورة، غادي نلقاو أنه مثلا المؤسسة الملكية البريطانية كتاخذ ما يسمى بالمنحة السيادية، واللي كتقدر بتقريبا 86.3 جنيه استرليني، أي ما يقارب 100 مليون ديال الدولار. أما في إسبانيا فالميزانية المخصصة للمؤسسة الملكية هي تقريبا 59.820 مليون يورو. ولا قارناها مثلا مع الميزانية المخصصة للقصر الجمهوري بحال مثلا الإليزي، غنلقاو أن البيدجي ديال هذا القصر هذا هي 122 مليون أورو. هذه الميزانية اللي كيشوفوها محللين اقتصاديين مغاربة بأنه ما يمكنش نقراوها فقط من خلال لغة الأرقام، لأن الملكية في المغرب هي ملكية تنفيذية، وبالتالي فالمؤسسة الملكية كتستحق هذه الميزانية هذه، واللي كيتم التصويت عليها في البرلمان بدون مناقشة من غير اعتراض وحيد للنائب في ديك الوقيته هذيك عمر برافريج في 2019.